وزير الثقافة والفنون وإشراف السيد والي الولاية الجلفة، نيابة عن محافظة المهرجان الثقافي الوطني لعكاظية الشعر الشعبي بالجلفة المزمع تنظيمه أيام 7 8 9 10 أكتوبر من هذه السنة بالجلفة دائما. أرحب بالأسرة الإعلامية في هذه الندوة الصحفية الإعلامية لطرح البرنامج والعام والمفصل لفعاليات التظاهرة بالجلفة، هذا المكسب الثقافي الهام الذي ترسم في ولايتنا الحبيبة هذه العام، ونحن من هنا شاكرين للسيدة وزيرة الثقافة والفنون على إنصافها لهذه المنطقة التي تتنفس شعرا. هذه الطبعة الأولى في طابعها الوطني، والتي ستكون بإذن الله زاخرة ووافرة بالأنشطة والفعاليات في هذه الطبعة. فعاليات المهرجان عديدة ومتنوعة، فيها الشعر وهو أساس هذه الطبعة، فيه عروض جانبية كالعروض الخاصة بالفانتازيا والفروسية، وكالعروض الخاصة مثل مسابقة كلاب السلوقي، مثل المبارزة بالعصي، مثل الفولكلور، يعني وكل ما يأتي ضمن خانة الثقافات الشعبية التي تزخر بها هذه الولاية. إذن المهرجان سيكون بمشاركة حوالي تقريبا ما ينوف إلى 150 مشارك. من برنامج العام نأتي إلى البرنامج الخاص، فهذه الطبعة ستكون موزعة بين 3 محطات. المحطة الأساسية والدائمة هي ولاية الجلفة، الأنشطة التي تكون داخل الولاية. والمحطة الأولى ستكون محطة مسعد أو بلدية مسعد، اليوم الثاني من المهرجان المصادف ل8 أكتوبر، فتكون هنالك قافلة من الشعراء والإعلاميين تنتقل إلى مسعد لإحياء سهرة شعرية. قبلها تكون هنالك أنشطة مثل الفولكلور والفروسية في نشاط جانبي وعروض جانبية. اليوم الذي بعده هو المصادف ل9 أكتوبر، ستكون هنالك قافلة أخرى من الشعراء الذين لم يغادروا في رحلة إلى مدينة البيرين لإحياء كذلك سهرة شعرية في بلدية البيرين. كذلك قبلها هنالك جو من العروض للفانتازيا والخيال. رهاننا في هذه الطبعة على الاشتغال في فضاءات مفتوحة. سيكون المكان المخصص للقراءات الشعرية والمخصص للمعارض الموجودة داخل الولاية هو مقر الساحة الكبرى الموجودة بمقر الولاية. أما عن المنطقتين أو المدينتين بيرين ومسعد فركزنا على الفضاءات المفتوحة والاشتغال في فضاء مفتوح، لأن من شأن ذلك أن يستقطب جمهورا أوسع كما نأمل ونطمح. كما قال زميلي، الرهان أول رهان على الجمهور الجلفاوي المتعطش والمتذوق للكلمة والشعر الشعبي الهادف. رهاننا الخاص كمحافظة، وهنا تحت كلمة خاص نضع خطين، رهاننا الخاص على عيون الإعلام اللي هم أنتم خوتنا مجملين عليكم باش صدى هذا الملتقى وهذا المهرجان يوصل إلى أبعد نقطة ممكنة، بحيث يقدم الصورة التي نتوقعها والتي نتمناها عن الجلفة كحاضرة للشعر الشعبي المعروفة به. وبالتالي جميل شكرنا إلى الذين اجتهدوا حتى ترسم هذا الملتقى وهذا المهرجان. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. في الحقيقة نرحب بإخوتنا رجال الإعلام. الحقيقة المحافظ ومسؤول الإعلام ما خلاهم نقولوا فقط تذكير بسيط ربما سقط سهوا من المحافظ، وهو مشاركة البيازة والحمام الزاجل اللي نذكروا بها. يعني إن شاء الله يكون مهرجان حسب الرؤية تاع المحافظة أن نقدموا أحسن صورة ثقافية وفنية وتنظيمية وإعلامية إن شاء الله للجلفة، وإن شاء الله بالتعاون بين المحافظة والإعلام والجمهور وكل الفاعلين تكون طبعة مميزة جدا. وشكرا. مبروك زواوي، محافظ المهرجان الثقافي الوطني لعكاظية الشعر الشعبي بالجلفة، تحت رعاية السيدة وزيرة الثقافة والفنون الدكتورة صورية مولوجي،
وإشراف السيد والي ولاية الجلفة. المزمع تنظيمه هذه الطبعة الأولى التأسيسية، أي من 7 إلى 10 أكتوبر 2024. المهرجان هذا العام بشعار فلسطين محبرة الأمة، بمشاركة العديد من فحول الشعراء من ربوع الجزائر في ما يفوق 35 ولاية، وبتعداد عام ل 150 مشاركا بين شعراء وأكاديميين ومنشطي ورشات وعارضين، وبين أنشطة تتخلل فعالية المهرجان من فروسية ومبارزة بالعصي وخيالة وما إلى ذلك. المهرجان في 3 محطات. المحطة الرئيسة والأساسية هي ولاية الجلفة، وهنالك قافلة ستغادر اليوم الثاني إلى مدينة مسعد، وفي اليوم الثالث قافلة من الشعراء تحيي كذلك سهرة في مدينة البرين اليوم الثالث 9 أكتوبر، على أن يكون اليوم الختامي يوم 10 أكتوبر بأسبوحة شعرية وأمسية للختام. كونوا عند الحدث.